أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 130 من دروس فقه السنة النبوية، والدرس الحلقة رقم 20 من موضوع معاملات أحكام وقيم. في الحلقة 29 عنوان درس اليوم المصارف الإسلامية أو المصارف الشرعية أو البنوك الإسلامية. لا شك يتمثل موضوع مهم جدا جدا جدا. الدرس اللي عدى نمسيت في الربا. الربا نناد ديون الأسلوب يستخدم لمثال النسا ديال لي بنك البنوك ذيريث ديال الحرام. نفقند بالتفصيل يمد نفقن أنواع الناس، أنواع الربا، ربا الفضل، ربا النسيئة، والحكم الشرعي وأنه حرام. ربي القرآن ينادي وأحل الله البيع وحرم الربا، الآية 275 من سورة البقرة. ونفقند لماذا حرمه الله أيضا في حرم ربي سبحانه. نفقند أن الربا فيه مضار ومفاسد كثيرة جدا. الربا مدمر للاقتصاد، يتهدو الاقتصاد. فذا مسا نناد الربا مدمر للقيم، لي فالور يرزاثن مليح، خاطر المرابي لا تهمه القيم. اش يرضى لازري ماشي الريد ان بورسونتاج، نسبة معينة من الفائدة، لا تهمه النتائج أو المآلات، ما يهمش. وكذا يقيميون طول حياته يرفض طلافة، يتخلص لي زانتيري أكرم سفاما طول حياتيس، لا يهم. المهم ولكن سيرض لنا يربح. أكيني السكرة غاسادرين يطفي الحال أصرف الغادرين لو طو دانتيري السفام الفلاس 5% 3% 10% 10، لا يهم. المهم الربا حرام كثيره وقليله حرام. نناد كذلك موضوع الربا أو الربا يصنع الأزمات، صانع للأزمات. لي كريز ياك au niveau mondial فيزيك أرسا المذ 1929 المذ 1933 المذ الأزمة المالية قاعدة 2008 2008 أزمات عالمية مدمرة للاقتصاد. من أسبابها الربا. لذلك ربي حرم الربا. ولكن إذا قد حصوا ما يتمثل أتحصون باللي ربي ما يغلق ثابورث خاطر تسعى المضرة يلدي ثبورة. ذايا وقيل منهج شرعي. أين كنت يساون قرنك الباب اللي يجيك منه الريح سدو واستريح. ثبوث راد يوين أظن الصماض، راد يوين المضرة الشرع يغلقيت. إميت يغلق يلدي ثبورة النظام الحلال. صافي ثورة من ناد الربا حرام. الدين لي بنك او نيفو مونديال حوتاكس الربا. نعم، لا ينكر. البنوك الكلاسيكية كلها كما لاند بلا ما نفذر يسمون البنوك فنانت في الربا. خاطر هناك نظرة اقتصادية طبعا صحيحة في بعض أجزائها، ولكنها ظالمة مخطئة في البعض الآخر، كقولهم مثلا لا تنمية إلا باقتصاد ولا اقتصاد إلا ببنوك. نعم، لا يمكن أن تتحقق التنمية الديفلوبمون إلا الاقتصاد، والاقتصاد إلا قاس لي بنك شغل الشرايين ديال الإنسان يتساوني ثمن سي نورمال. إذا من لقى الحون ديال الجسد أندار الحون ديك زوران، الحون ديال العروق، الحون ديال الشرايين،
شيء طبيعي. ونزمير نيماجيني ليكونومي بلا لي بنك وكي يكون مسفهم في الناس ميام داون مسفهم راه ما ونا دينين ولا بنوك الا بربا. المعنى يس الى قبيل الربا ونزمير راه نكون دين سلمان وربي يناد واحل الله البيع وحرم الربا. وثي مسالاكين نفكي ثنتي التفاصيل في الدرس عدل ولا ساقي العقلاء الا غني مقرانا سمحتي ماشي نسلمنا يسلمنا نورمال، ولكن العقول الكبرى في العالم تشهد بضرورة إنقاص مستوى الفائدة إلى نسبة الصفر 0%. إلا غني مقارنا مسنوني مقارنا ذي الموند دونتي أدقارن إلى الربا قال يروح. ورغم الناس الإسلام كدين كعقيدة، ولكن أمن يس في المجال ديال الاقتصاد، في المجال المال والأعمال وإدارة البنوك وإلى غير ذلك. لذلك يتمثل الموضوع هو الحلقة 29 من عنوان أو محور المعاملات أحكام وقيم. عنوان اليوم اسمه المصارف الإسلامية أو المصارف الشرعية. دائما ذي التمهيد أدنيني الإسلام منهاج حياة، بمعنى الإسلام يضبط حركة الإنسان في جميع المجالات، في مجال العبادات وفي مجال المعاملات. إشارات خفيفة خاطر فيه تفاصيل كثيرة. الأصل في العبادة الحظر إلا بنص، والأصل في العبادة المعاملة والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، وقد شرحنا هذه القاعدة فيما سبق. زيد حاجة أخرى، الاقتصاد مجال حيوي نظمته الشريعة بأحكامها الكثيرة. زيد ظهرت تجارب ومحاولات عديدة عبر التاريخ لإحياء الصيغ الإسلامية في استثمار الأموال. ثقيل محاولات كثيرة، اسمح لي دون أن أذكر الدول، لا أذكر الدول التي صارت في هذه المحاولات خاطر ممكن نذكر البعض وجه اختيار أفضل. أدينا كان هناك محاولات عديدة جدا لإحياء الصيغ الإسلامية في هذا المجال الحيوي. في عام 1963 تأسس أول مصرف إسلامي اسمه بنك ادخار، أيضا دون أن أذكر البلد، أكتفي بهذا البيان والمراجع موجودة في هذا الباب. وهو أول بنك لا يتعامل بالربا. البنك مزوارو يدينا الربا الحرام، يعني والخدمة غير الربا الخدمة بطريقة تشرعي الشريعة بالطريقة الشرعية. ثم ظهرت مصارف أخرى كثيرة. في 1997 لانت 150 بنك يقلحون الإسلام ونيفو مونديال على المستوى العالمي. في عام 2000 بضنا 187 مصرف إسلامي على مستوى دول العالم الإسلامي وعلى مستوى الدول الغربية، خاطر ميت مراقية الغربيين لانت بنوك إسلامية. في سنة 2000 بضنت 187 بنك. قبل ذلك في 1997 بضنت 150 بنك. في سنة 2004 بضنت 256 بنك على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى الدول الغربية. أكتفى بهذه الأرقام، ولكن في ملاحظة مهمة رافقت يعني هذه المصارف الإسلامية رافقتها فتاوى للعلماء، فتاوى فردية، ورافقتها فتاوى جماعية ممثلة في المجامع الفقهية، ورافقتها الدراسات والأبحاث المتخصصة من قبل الباحثين وطلبة العلم، ورافقتها أيضا مؤتمرات علمية عالمية على مستوى العالم. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي المنعقد بدبي في جمادى الأولى 1399 الهجرة الموافق لشهر ماي 1979. المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت انعقد بشهر جمادى الآخرة 1403 الموافق لشهر مارس 1983. ندوة الاقتصاد الإسلامي للمصارف الإسلامية المنعقدة بالمدينة المنورة بشهر رمضان 1403 الموافق لشهر جوان 1983. الندوة الخامسة لأعمال المجمع الفقهي التابع لمنظمة
المؤتمر الإسلامي بالكويت المنعقد بشهر جماد الأولى في 1409 الموافق لشهر ديسمبر 1988. فغاد فيك رسائل باللي المصارف الإسلامية كي دانت يدسنت لا شو فتاوى العلماء، إما الفتاوى الفردية أو الفتاوى المجامع الفقهية، لانتي لي ريشيرش الأبحاث والدراسات اللي قام بها أهل الاختصاص في مجال الشريعة ومجال الاقتصاد ومجال القانون وغيرها. وكذلك المؤتمرات ذكرت بعضا منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. ثم نروح أولا، هناك نقطتان في موضوع اليوم رغم أهميته وكثرة تعقيداته، ولكن أكتفي بنقطتين، فما لا يدرك كله لا يترك جله. أولا خدمات المصارف الإسلامية الشرعية. شوف انت كل سيرفيس يتساكنت لي بونكاي يتسنم الزرا باش خدمت الهان تدني غير الهين ترى الهان تشكيثات عاونت التنميه الاقتصاد كسني غفلان يمذانان والكراره الخير يسعد لي بونك اكي الحنتوره اما يثمر ثنا ما يثمر ثياب، ولكن تفرغ في لونه مثلا موضوع الربا يحرم ربي سبحانه عز وجل يبدا طاس نتواغيين، اما في الاقتصاد، اما في القيم في الفالور، اما في الثموره، اما في وشولين اطاس كمذانا كيني سكاسمي ديكش من الربا سخاميو بقى على خير يا خاميو انا عاميه يغفلان في الوفاء الهموم الشوال لا اله الا الله محمد رسول الله ذيني جرذني يمذانا. ذلك موضوع الربا مثلا لا نستهين به، فقد ثبتت حرمته بنصوص الكتاب والسنة وبنصوص قطعية ثبوتا ودلالة، ولا اجتهاد في مورد النص. ولكن الأمة في مجموعها، وهذا من فروض الكفاية، لابد أن تعمل بما يتفق مع الشريعة الإسلامية لتخرج من الحرج الذي تعيشه الأمة في جميع مجالات حياتها، وهذا من فروض الكفاية. وقد ثبت في الشريعة الإسلامية وفي علم الأصول بالذات أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحدهم أو بعضهم أثم الجميع. إذا كيف مثلا تمثلت ماشي ذا مثلت يعني تمثلت ذا ذرار تمثلت الزاين سواطاس. ثورة أولا خدمات المصارف الإسلامية. أشو أنت كل الخدمات تدفك المصارف الإسلامية الشرعية طاس منها ألف حفظ أموال العملاء متعاملين مع البنك، ضمان لسلامة أموالهم. أما ساقي وديوان كلمة لله أدفغ لابي تروح البوسطان تروح البنكة حتى توحرز وين يبغى يجمع يدير منيس ديال البنكة أثني يجي البنكة ولا ذي السمثة ما جات ذي السمثة الخام بقى على خير ماكش من سخان زرانتني عقالا بقاو على خير زران. فبالتالي ديال البنكة تحرزم. لذلك البنكة اما تيجا ذاك البنوكا الشرعيه، اما ذا البنوكا النظام ثاقت خدمت ياك دايني قرزم دايني الهام. لذلك هذا مقصد الاساس. خدمه اساسيه. الخدمه الثانيه خدمه امناء الاستثمار، ثاقي مهمه جدا. استثمار اموال الافراد، استثمار اموال المؤسسات، استثمار اموال الشركات بالطرق باحسن الطرق وامثلها واحسنها. وطبعا اما الافراد اللي الشركات المؤسسات اما هو السناره الخدمه ديزاين ديستيسمون سمحت لي ماشي كل غاشي السنه الخدمه الاستثمارات ازما تفضيون ازما ريجير تحانوت فقط تحانوت. لو كان يقول ما قاس تفكر الشركه يريد كان كيظهروا بنادم يزمر هذه الجيري هذه السير تحانوت جاست تحانوت. لو كان تفكر الشركه أتيروي كل يوم تزمرتيس. لذلك لي زانفيستيسمون لي زانفيستيسور أو حوايجنا مثلا ماشي شوية، حوايج نتوسني، حوايج الكوراج، حوايج الصبر، حوايج المفهمة، حوايج الخدمة. هادشي دايما سهلا. لذلك الموضوع مهم جدا. ممكن هذا المصرف الإسلامي يؤدي هذا الغرض. الشخص اللي ما يعرفش أو الشخص اللي ما عندوش الوقت ممكن يعطي له أموال ويدير له هذه الاستثمارات. والآيات والأدلة كثيرة جدا. الموضوع بس يتمثل تفرغ في اللون يحوج 20 ساعة
ثورة خدم غدا ريزومين نص ساعة 35 دقيقة. صدقوني أقل من 20 ساعة لا يمكن خاطر سي تكنيك ومعمق إلى آخره. ولكن النادي القاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. والآيات في هذا كثيرة. وأحل الله البيع وحرم الربا، الآية 275 سورة البقرة. إلا أن تكون تجارة عن طرف منكم، سورة النساء الآية 29. معنى إن شاء الله كل كلام يقال له أدلة في الكتاب والسنة. دائما قمة كيف تقوم العلاقة بين المصرف وطالب الاستثمار سواء كان فردا أو شركة أو مؤسسة؟ يقوم على أساس الوكالة، وعقد الوكالة مشروع كما شرحناه وهو من النيابة الشرعية. فكذا يجوز الوكالة نهضرت في الناس دي فكرتني عدان فيما سبق. وثاقي تسع الأدلة ثم قرانين أما ذي القرآن أما ذي السنة. وطبعا المصرف له بيت اسمه بيت الخبرة. بيت الخبرة ذيك العقول اللغن يدي ساكن استشارات دي كونسلتاسيون في المجال الاقتصادي، في المجال الفني، في إدارة الأعمال، في الاستثمارات إلى آخره. لماذا؟ ضمانا لتحقيق استثمار ناجح. أي غير هناك السلام يتمثل فيما سبق النيون يقول ما يورث مليار يجاس بثلاثة مليار أثي جديد البنكة أدي جبد هذه السديس شحال راه يعيشوا مليار شحال هاد ياسيو الوسائل يكفوا. ولكن الشرع كيقارن خدم لي زانفيستيسمون دير تجاره. وطبعا دير تجاره ما تسنض مستنظره ولي مسنون عن طريق المرابحه، عن طريق المشاركه، عن طريق المضاربه، القراض. اخدم الله يعينك. والمصرف يقدر يخدم هذا الشيء. لذلك إدارة أمناء الاستثمار تسعى أبعاد كثيرة. واحد، البعد التطويري من خلال تقديم خدمات مصرفية جديدة لكسب ثقة العملاء. أمشي البنكات زمرة داوي لا كونفيونس كمذانا ماشي باطل، ماشي سهالة الخاطي. البنكة ما إلا زمرة داوي العملاء مقارنة ديالنا ديال من السن إلى آخره. من بعد نتشجع عن طريق الأموال باش نخدم ديزانفيستيسمون مالا اللوزينات الشركات وكذا الغاش الخدمة يروح اللاز هذا يروح الشوماج البطالة تصل خارج اللان. البعد الثاني البعد الهيكلي من خلال تأسيس إدارة لدراسة الجدوى الاقتصادية وفتح فروع جديدة للمصرف. البعد الثالث البعد التراكمي للخبرات المصرفية من خلال تنويع وإثراء معارف الموظفين والقائمين على هذه المصارف. البعد الرابع البعد التمويلي لجلب العملاء من خلال جذب العملاء وجذب الموارد المختلفة. البعد الخامس هو البعد التوظيفي لموارد المصارف من خلال طرق الاستثمار كالمضاربة أو القراض أو المشاركة أو المرابحة، نظام المرابحة. والحمد لله من الجزائر ثلاثا مكتب ربي تبدا في هذا السياق. وإن شاء الله هذا غيستبعد ربي وفي الربا إن شاء الله كاين يبعد هنا في القاعة. البعد السادس والأخير البعد الإشباعي لحاجات العملاء من خلال استيعاب أنشطة العملاء بقدر الإمكان استجابا لرغباتهم. من أراد التفاصيل يرجع إلى كتاب الدكتور علاء الدين زعتري كتاب اسمه الخدمات المصرفية وموقف الشريعة منها في الصفحة 82 وما بعدها. جيم الخدمة الثالثة جيم إدارة الممتلكات والوصايا والتركات. فكرة مهمة جدا. إدارة الممتلكات المنقولة والعقارات والوصايا للتستامون والتركات لريتاج المواريث نتاع الناس. وتتمثل في أمور كثيرة: تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والمساعدة الفنية، تأسيس الشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، تصفية التركات وتنفيذ الوصايا. من كل فكرة حوجة طاس من التفاصيل. أكتفي بهذا الإجمال. ثم دال جمع الزكوات وتوزيعها. الآن الزكاة ما ينادي السفغ الزكاة إيمانيسة يعني ربي السفغ الزكاة سير مثلا 200 مليون السفغ الزكاة ربع العشر يعني 2.5% 2.5% السفغ 50 مليونا في 200 مليون 50 مليون الشيني وراح تنتفضل يجليل يعني الفقراء المساكين أما ذي فاميلتيك يزورانيك يثمنيك يثدرتيك القذروميك الحميك يعني ربي الله يبارك ما يقوى الخير ديال الفانتن النظام
مي أيضا ضراري المستوى باش تسيري إدارة تتكفل بهذا الأمر. هو موجود على كل حال في كثير من البلدان من الجزائر يقين، ولكن تحتاج فعلا إلى تحسينات وتحتاج إلى تطويرات باش تكون هناك إدارتان أساسيتان: إدارة تحصيل الزكوات، والإدارة الثانية إدارة صرف الزكوات طبقا للآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها. الخدمة يجي باش تصوفك سيجليلان الفقراء المساكين كوكاد، يعني يدينا ربي في سورة التوبة الآية 60. إذا المصارف الإسلامية قادر تقدم مثل هذه الخدمة، جمع الزكوات وتوزيع هذه الزكوات. وفي النهاية لمعالجة ظاهرة الفقر باش اللازاكي ودنقرا يكفوا مقرا في نقاص الصغري مطاون وقال يسرون يوجيلان توجال يمغذان وقال يسعن طلافا يموضان من الهلاك بوساية مثلا ربي يعافيكم ويعافينا، ماشي من الهلاكات تنزيك اكين الفلانيه هذيك نحواج 3 مليار وهضرنا راه مليون ناقصين لا يمسي دي مودي ثاقي الجديد في الامراض ذي السوالي ما جمع المدني ذي من بالملايير اخاطر يقوى الهلاك يقوى الميزيريه يقوى الخير هنا، ولكن الشريعه نسيتي ذا بريد السلاك نسيت راه غير سلكين سمحتي خدمه شويه لا فيتاس قصدر باش يعني لو ماكسيموم من المعلومات انت ديني ان شاء الله. اذا هذه من مقاصد هذه الخدمه. ثم القرض الحسن، راكم تسمعوا كامل بالقرض الحسن. هو الميرض اللي وايض 100 مليون اش دير 100 مليون ويقاس القرض الحسن ويغير ماشي ذا المصاريف الاسلاميه اللي يخدم خاطر يونيو الزمير يخدم كل شويه لاقي حتى السيون الغاشي فرض الميزري منو كندو غنارا غدايا نتنا مسبقه على خير اتصول 10 مليار نادي سيوله كي يرض ليد 100,000 سيو بسيغره واضح مشي واضح ندير الباض ندير الباض. ماذا بك الخدمه كتخدم مصاريف اسلاميه تقدم هذا القرض الحسن تطبيقا لمبدأ القرآن وتعاونوا على البر والتقوى، وتطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: المسلم أخو المسلم المدينة ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، في رواية فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما مصر دين سلم ستره الله يوم القيامة. الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الحاكم والإمام البيهقي وغيرهم من الأئمة. من فوائد القرض الحسن فائدة معنوية نيل ثواب الله عز وجل، أيضا فائدة أخرى مهمة نفسية باش مغفوني مسكين ما استرض القرض الحسن ويسحل فيها البيت حقرت أستقرض كينير إلا قايد فكذا طول دانتيري وساقيو قال يخدم لي زانتيري ذا تزران مود فكذا لي زانتيري أدي ساكين ناسي بالتهديد وذين يظهران لا عجب يثمرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أيضا فائدة أخرى مادية وهي إعفاء المقرض من الزكاة، يعني زكاة المال ما فرض ضيون 500 مليون ما تزكيهاش كما ثبت عند علماء المالكية وعند علماء الأحناف، إنما ما يريسيد بعد 5 سنوات تزكيها مرة واحدة باش تزكي كل مرة. هناك فوائد جليلة جدا في هذا الباب. ثم خدمة صناديق الأمانات بمعنى حفظ الأمانات، تفضيل نساء الأمانات ولا شد نتيج أشنو قال غنتجا غنروح أنت امشي راه يخدم نتيج ديال المصرف الاسلامي، اما امانات نقديه، اما مجوهرات الذهب الفضه وكذا وكذا الى اخره، اما مستندات تجاريه، وثائق مهمه، العقود لانت عقود كثيره جدا مهمه، وثائق شخصيه، عقود، مستندات، وثائق في الحبوس الاوقاف، الوصايا والهبات، يعني ممكن هذا المصرف يؤدي هذه الخدمه. وطبعا من مقاصد ذلك تقديم هذه الخدمة ورفع الحرج عن الناس وجذب العملاء أيضا. ولكن هذا المصرف يكون مسؤولا في حالتي التعدي والتقصير. ثورة ثانيا نبض الأخير ثانيا ناخذ نقطة ثانية فقط: عوامل نجاح هذه المصارف. باش تنجح المصرف في المقال الإسلامية ماشي سمحتي تفضيوث البنكة أترفض السلوغون للإسلام أشيني بنك إسلامي وصدر الغاشي دين سلم حملنا الإسلام باش نسترسنا كي ذري من نسن ديننا نغاد تعاملنا كي البنكة فيك ولا تفضل البنكة بين قوسين تسعى شعار الإسلام أثكث بنادم أكثر البنوك الربوية
استغلالا لعاطفة المسلمين. وأنا لا أصدر حكما عاما، إذ أن الله أمرنا في سورة النحل الآية 90: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولكن إشارة باش نقول للقائمين على هذه البنوك، نقول لهم حذاري، خذ مثل خذ مي قرزم. هذا ما كان وقارن قبيلي تيير الشغل يتقال ذي فافيس. لانت البنوك يخدمن سوا يوفقن الشريعة ما شاء الله. لانت البنوك يطبقن الشريعة ولكن إلا وندا خلفت الشريعة الإسلامية. لذلك أدنفك 5 الأمور ما يكتب ربي آمك المصاريف قد نجحت آمك راه نجحت. وزرميت مثلا ما نجحت اش يضرون شحال غاشي سيكيس علي ديري من جات ندقوخان فين السفغنار. لو كان الوقت كنت نفتح دي ستاتيستيك. اما ديال الجزائر ما برا الجزائر ميم ديال الجزائر ديال الجزائر لان غاشي سعني ديري مني مقرانا كاينين ما نتعاملش مع البنوك الربويه. جات ندقوخان اما يتشاتنا براي، اما عرضهم للخطر، اما يعرض حياته او حياه اسرته للخطر. لماذا؟ لأن المال كما يقال جبان. أذريم يتسقل المال جبان لا يتحرك إلا في أمان. ذي لمن أدحركني ذريما تحركني الأموال، أما إلى الخوف خاطئ. لذلك كتلة مالية ضخمة لابد أن تخرج وتستثمر إذا كان هذه المصارف إن شاء الله تعالى يعني احترمت شروط النجاح وعوامل النجاح. 5 باختصار: ألف، تطوير الجانب العلمي المعرفي واستخراج الكنوز المبثوثة في شريعة الله. معنى الكوتي سيونتيفيك الجانب العلمي يمسنون إلى قذو غالا غلي السوس هذو غالا مصادر تاع الشرع أتجبذن الكنوز يقلان ديال الشرعيث باش تفغن الميدان. تدريب القائمين والعاملين في هذه المصارف. إلى التدريب وكان يخدم ديال لابانك، هما يولي يخدم ديال البنكه وري السيناره وري لا الشريعه ولا الكوتي التكنيك بانكير يعني مش يسير. ممكن يستخسر دعوه صافي نو قال حوايج دي فورماسيون، حوايج التاهيلات، حوايج التدريبات مستمره. ثم لحسن تطبيق احكام الشريعه وقواعد الشريعه. جيم، ضبط علاقه المصارف الاسلاميه بالبنوك المركزيه. البنك سنترال، البنك المركزي يتمثل ساعة علاقة كبيرة في المصارف في أي دولة، ساعة علاقة مع البنك المركزي. لازم يضبط هذا الأمر، ضبط علاقة المصارف الإسلامية بالبنوك المركزية للدول. ثم دال، التعاون بين المصارف الإسلامية طبقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أخيرا، ضبط الرقابة الشرعية لأعمال وخدمات المصارف الإسلامية، التدقيق والمراجعة السابقة. ألف، واحد، 2 التدقيق والمراجعة المرافقة المعاصرة لهذه الخدمات. جيم، 3 التدقيق والمراجعة اللاحقة للخدمات والمعاملات المصرفية الشرعية. معنى ما يسمى بجهاز الرقابة. لازم جهاز الرقابة يكون محكم وما إلا الشروط ديال كلات ذينا ربي سبحانه أديفك التوفيق ينس، أديفك النجاح ينس لهذه المصارف، والأمة إن شاء الله تؤدي فرض الكفاية الذي هو على كاهلها، وترفع الحرج هذه المصارف عن الأمة الإسلامية. وربي ينزل القرآن الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله.